الخبر الذي لم نكن نود سماعه من قلب معسكر الأسود بفرنسا، في وقت يترقب فيه الجمهور المغربي بلهفة مواجهة باراجواي الودية، خيم القلق على تدريبات المنتخب الوطني صباح اليوم إثر تعرض نجم وسط الميدان وعازف ألحانها عز الدين أوناحي لإصابة مفاجئة ووعكة صحية خفيفة استوجبت تدخلا فوريا من الطاقم الطبي. نحن اليوم في 30 من مارس، والأنباء الواردة من كرنفال التدريبات تشير إلى أن المايسترو لم يستطع إكمال الحصة التدريبية بالشكل المعتاد. وبالرغم من أن الفحوصات الأولية تطمئن الجماهير بأن الإصابة ليست بالخطيرة ولا تدعو للقلق الشديد، إلا أن التوقيت يطرح علامات استفهام كبرى حول قدرة أوناحي على قيادة خط الوسط في مباراة الغد. عز الدين أوناحي، اللاعب الذي طالما أمتعنا بلمساته الساحرة وقدرته الفائقة على الربط بين الخطوط، يعد ركيزة أساسية في فلسفة وليد الركراكي التكتيكية. واليوم يجد الناخب الوطني نفسه أمام معضلة حقيقية: هل يغامر بإشراك أوناحي في مباراة ودية قد تزيد من تفاقم إصابته، أم يفضل نهج السلامة وإراحته تماما ليكون جاهزا للاستحقاقات الرسمية الكبرى ومونديال 2026؟ المصادر المقربة من الطاقم التقني تؤكد أن الركراكي يميل إلى الخيار الثاني، فسلامة اللاعبين فوق كل اعتبار، والمباراة تظل في إطارها التجريبي والودي مهما كانت أهميتها المعنوية. هذا الغياب المحتمل يفتح الباب أمام تساؤلات تقنية حول البديل القادر على تعويض أدوار أوناحي المركبة، وهو ما قد يمنح الفرصة لأسماء أخرى لإثبات ذاتها في وسط الميدان المزدحم بالمواهب. الجماهير المغربية التي لم تنس بعد ملحمة قطر والدور البطولي الذي لعبه أوناحي سارعت عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن دعمها للفتى الذهبي، متمنية له عودة سريعة للميادين. فقلوبنا جميعا مع الأسود ومع كل لاعب يبذل الغالي والنفيس لرفع راية الوطن عاليا. نحن في هذه القناة نتابع معكم الحالة الصحية لأوناحي لحظة بلحظة، وسنوافيكم بالتشكيلة الرسمية والقرار النهائي للطاقم الطبي والتقني فور صدوره. ابقوا معنا لمتابعة كل ما يخص رحلة الأسود في فرنسا. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نتمنى الشفاء العاجل لنجمنا الخلوق، وأن يعود للملاعب أقوى مما كان. أخبرونا في التعليقات من ترونه الأنسب لتعويض أوناحي في مباراة غد ضد باراجواي، وهل تؤيدون قرار الركراكي بإراحته؟ دعمكم باللايك والاشتراك هو ما يدفعنا لنقل الحقيقة كما هي. شكرا لمتابعتكم، وديم مغرب.